بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2026، أعلن مركز الفلك الدولي عن موعد عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بناء على تفاصيل رؤية هلال شوال للعام الجاري، مشيرا إلى أن هناك احتمالات مختلفة لإعلان عيد الفطر في دول عديدة بناء على ظروف الرصد الفلكي، وبأن المركز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن بدء شهر رمضان المبارك يختلف بين الدول، مما قد يؤدي إلى تباين في موعد تحري هلال وإعلان أول أيام عيد الفطر. وأوضح مركز الفلك الدولي أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 من فبراير 2026، بينما بدأت دول أخرى الصيام يوم الخميس 19 من فبراير 2026، وهذا الاختلاف يؤثر على موعد استطلاع شهر شوال في كل دولة. وقال المركز أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 من فبراير مارس 2026، لكن رؤية الهلال في ذلك اليوم سيكون مستحيلة، لأن القمر سيغرب عن غروب الشمس، مما قد يجعل رصد الهلال غير ممكنا فلكيا. لذلك فمن المتوقع أن تكمل هذه الدول شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الجمعة 20 من مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر فيها. أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الخميس 19 من فبراير 2026، رؤية هلال في ذلك اليوم سيكون غير ممكنا الشروق العالم، بينما قد تكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب في مناطق غرب آسيا ووسط وشمال إفريقيا، كما يمكن رصده بالعين المجردة بصعوبة من غرب أوروبا وغرب إفريقيا، بينما ستكون رؤية الهلال بالعين المجردة أسهل نسبيا في معظم مناطق أمريكا الشمالية. ووفقا للتقريدات أو التقديرات الفلكية أقول، فمن المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن الجمعة 20 من مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر، ومع ذلك فإن صعوبة رؤية الهلال يوم الخميس 19 من مارس من مناطق واسعة من العالم الإسلامي، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى، قد تدفع بعض الدول إلى عدم ثبوت رؤية الهلال في ذلك اليوم. وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون يوم السبت 21 من مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول.